آثار العراق وتراثه المخطوط وأسهامه في حوار الحضارات والتعايش الإنساني، كان هذا عنوان المؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي أقامته كلية الآثار في جامعة الكوفة، وبالتعاون مع مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام للحوار وبناء السلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. تشرفت كلية الآثار اليوم بجامعة الكوفة باستضافة عدد من الباحثين من مختلف الدول ومن العراق في مؤتمرها السنوي الثالث الذي يحمل عنوان آثار العراق وتراثه المخطوط ودوره في الحوار والتعايش السلمي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمام الحسين للحوار وبناء السلام. وفي الحقيقة يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات كلية الآثار، وذلك من أجل تعزيز الهوية الوطنية وإبراز ما للآثار من قيمة وأهمية في مختلف المجالات، سواء كانت في مجال حماية هذه الآثار، وكذلك من أجل إشاعة ثقافة المتاحف ودورها الوطني في إشاعة الحوار والتعايش السلمي. وهذا مؤتمر جدا مهم أن تعقده جامعة الكوفة وكلية الآثار فيها من يعني تسليط الضوء على هذا الكم الهائل الموجود في العراق، باعتبار أن العراق كله متحف وكله عبارة لا تخلو منطقة منه من آثار ولا يخلو بيت من كتاب أو كتاب نادر أو مخطوطة. المؤتمر بنسخته الثالثة والذي حضره نخبة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية تضمن محاور متعددة تحدثت عن آثار مدن العراق القديمة والإسلامية والديانات السماوية الأخرى، إضافة إلى التراث العراقي والعربي المخطوط والقيم الإنسانية والتسامح والحوار. طبعا هذا المؤتمر اليوم اللي يعقد في جامعة الكوفة وأيضا برعاية من العتبة الحسينية المقدسة من المؤتمرات المهمة اللي دائما توضح وتشير إلى أهمية الموروث الحضاري العراقي وبالذات الآثاري والتراثي، اللي هو يتميز بأن يكون هو المنفرد عالميا بكمية الآثار والتراث اللي موجودة به، وكذلك المواقع الآثارية المهمة اللي علينا بالتأكيد أن نحافظ عليها ونوظفها التوظيف الصحيح ونبين أهميتها من أجل قضيتين رئيسية. القضية الأولى هي قضية إنسانية دولية، باعتبار هذا البلد هو بلد حضارات عميقة، هو بلد حوار، هو بلد سلام، هو بلد اللي أنشأ الحضارات الأولى وبنى ركائزها الأولى سواء كانت معمارية هندسية أو قيمية إنسانية. والثانية من ناحية الموارد الاقتصادية اللي علينا أن نأشر لها أنه أهمية الحفاظ على الآثار والتراث راح تساوي عندنا موارد اقتصادية كبيرة جدا، هي راح تساوي وتضاهي الموارد اللي نحصل عليها من خلال البترول ومن خلال النفط، ولكن علينا أن نديم هاي المواقع الآثارية وأن نوضحها من خلال مؤتمراتنا وإشاراتنا وندواتنا العلمية المهمة. في هذه المحاضرة حاولت أعرض مجموعة تقريبا تصل إلى 60 ختم أسطواني ومنبسط. هذه الأختام ذاتها عثرنا عليها في القبور أو على أرضيات الغرف، في على سطح الموقع. أهميتها بعضها كان مكتوب طبعا تشير إلى أسماء معبد، اسم شخص. النقوش اللي صورت عليها صور للطبيعة، صور حيوانات متصارعة، صور حيوانات تسير في مكانات بالطبيعة. كما وتضمن المؤتمر معرضا ضم أهم الكتب النفيسة وبعض المخطوطات التاريخية وعدد من القطع الطينية التي تم الكتابة عليها بالخط المسماري، فضلا عن بعض الصور التي تجسد حضارة العراق. لقناة النعيم الفضائية على المالكي، النجف الأشرف.